نحاول فعلا نتعلم صح. يعني انا شاب والله مراهق، لا، في ولي امر لي في نظام يعني يوقفني عند حدي، يوقف البنت ايضا عند حدها يا فهد. اكيد ما في شك يا دكتور. بقول حاجه، الاسواق الله يحفظك ما فيها حشد اعلامي، ما فيها ناس تطنطن في تويتر وفيسبوك وفي الاعلام. يا سلام عليك، صدقت. نعم. انت وصلت للفكره اللي قلتها، اللي بديت في طرحها في بدايه الحلقه، ولا لا يا فهد؟ يوم اقول في ناس يبغون يثيرون عشان ينشهرون وعشان ينعرفون، ولا لا؟ لان ولا ترى في السوق الاسواق فيها الشق والبعج، فيها بلاوي تدرين فيها. انا بقول لك شيء، وأعلمك بشيء يا ابو اخوي فهد، بقول لك شيء بصراحه. في الاسواق وجد من يعامل يعني يقترف الذنوب، يعني اللواط لا حول ولا قوة إلا بالله، والشذوذ في دورات مياه الأسواق. تصدق في الدورات المياه أكرمكم الله، التدخين، البلاوي، المواعد في الأسواق وفي المستشفيات وفي المستوصفات وفي الأماكن العامة، مي مقصورة على بس المهرجانات. حنا نبغى يا فهد والله كلامي، أنا أبغى يعني زي التظاهرات هذه فعلا يعني تصان. أول شيء تصان من الناحية الأخلاقية، من الناحية السلوكية، يكون لها وطر في هذا المجتمع يستفاد منها بشكل أكبر. لكن لما مثلا يتكلمون عن هذا المهرجان أو عن هذا المعرض ويقول لك لا تروحون، حرام عليكم تروحون، أنت يعني وقفته أشياء مهمة ولا لا؟ أنا ودي أشتري كتب، عيالي بيشترون كتب، أنا والله بتفرج على التراث الفلاني والشيء المتعلق بالمنطقة الفلانية، فأجبر أني أوقف خوفا من الحرام. معنى يعني الحرام موجود في كل مكان، يعني في قصدي في الأسواق، ولا الحمد لله يعني في هذا البلد بلد خير، والناس اللي فيه ما شاء الله تبارك الرحمن فيهم خير كثير، لكن لكل قاعدة شواذ. تفضل أخوي. أكيد. لكن يا شيخ في حاجة ضرورية أنا ما تطرقت لها، من خلال المهرجانات الوطنية أو معرض الكتاب اللي كل سنة تصير فيه مشاكل. نعم. في ناس يا شيخ يبون يقسمون المجتمع، يعني يسوونه مستحيل على أساس إنه المجتمع ينقسم بين شباب ضد الهيئة، صادق ممتاز، وناس ملتزمين ضد الناس هذول. خلينا نكون صريحين، أنا شاب عمري 26 سنة، يعني بالله ما أتأثر بكلام شخص بالتويتر ولا كلام شخص في الفيسبوك ولا في إعلام أشوفه متاح له، جميع المجالات متاحة لهم. لما يتكلم عضو من الهيئة ولا كذا تتسكر عليه جميع الطرق. ليش؟ طيب أنا لما أروح مثلا الجنادرية ولا أروح معرض الكتاب ممتاز، أنا أشوف أفراد الهيئة أوكي، المحتسبين، الناس هذول اللي يجون مجتهدين، هذول ما نبيهم، هذول يسببون مشاكل ويجون ولعلمك يا شيخ 50 شخص اللي كانوا في اللي جم في الجنادرية المحتسبين، 42 شخص منهم عليهم قضايا جنائية، وهذا أنا أتحمل مسؤوليته. هذه مشكلة، هذه أنا أتحمل مسؤوليته، لأنهم أصلا ناس مو جهة حكومية، ناس ما يعرفون في الاحتساب شيء. ممتاز. أنا أبغى رجال الهيئة إذا شافوا شيء ينكرون عليه، ما قلنا شيء، لكن المشكلة رجال الهيئة فيهم أفراد يخربون السمعة كاملة للهيئة. ممتاز. والأفراد هذول هم اللي يعطون مجال للكتاب، يعطون مجال للناس. عشان كذا نهيب بمعالي رئيس الهيئة أن فعلا يتم اختيار رجال الهيئة الميدانيين اختيار صحيح وفق تربيته، أخلاقه، ماضيه، لا يكون ماضي مو بزين ولا لا يصير يحقد على المجتمع. لا، نبغى ناس فعلا من بداياتهم هم طيبين، والحمد لله في نسبة كبيرة من أعضاء الهيئة فيهم خير وبركة ترى، لكن في أي مكان. والله يا شيخ شوف، احنا والله العظيم كشباب، انا اتكلم عن نفسي، انا ما ادري عن غيري، ما ادري، انا اتكلم عن نفسي، انا شخص عمره 27 سنه. ممتاز. والله العظيم يا شيخ الهيئة الله يجزاهم خير، احنا ودنا فيهم ونبيهم، صادق والله نبيهم، والله لا يمكن نتخلى عنهم في اي شكل. يا سلام والله، هذا الاصل في الاسلام، كنتم خير امة اخرجت للناس، طبعا المعروف تنهون عن المنكر. نعم اكيد. والشباب السعودي ترى على فكرة الشباب السعودي شباب فيهم خير والله صادق. العظيم فيهم خير، مهما سوى ذنب كذا. نعم صدق. تلقاه يتألم من جوا وتلقاه يتحسف على يحتاج. انا ودي بس اتكلم عن امر معين اللي هو التعامل الجفس، التعامل السيء مع الشباب، يعني ودنا نتعامل معهم بالزين، يعني النادي تعال يا الاخ، تعال يا الحبيب، تعال خلينا نتناقش وياك، هذا ترى ما يجوز وهذا حرام، ما نجيب كل قوة. بعض الشباب